السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم دكتور عمرو الهادي في محاضرة جديدة بنقدمها النهاردة. هي محاضرة مهمة جدا، تعتبر لكل الناس، مش لفئة معينة ولا مستوى معين. لا، عنوان المحاضرة النهاردة بيتكلم عن بالكلمة تتغير حياتك. ازاي تصنع واقعك ومستقبلك بقوة لغتك الوعي. نتكلم النهاردة عن حاجة بسيطة في شكلها، بس في الحقيقة هي أكبر قوة ممكن تغير حياتك وحياة اللي حواليك، ألا وهي الكلمة. الكلمة دي يا جماعة مش مجرد مثلا حروف بتطلع من بقنا. لا، دي طاقة، فعل، مسؤولية، ممكن تبني مستقبل وتهد مستقبل. وربنا سبحانه وتعالى أكد في القرآن الكريم على أهمية الكلمة الطيبة، حسن التعامل، فقال: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيأكد على المعنى ده. الموضوع ده مش جديد، ده متجذر في ديننا جدا وفي تراثنا. يمكن كتير منكم يعرف الحوار العظيم اللي حصل في مسرحية الحسين ثائر بين الإمام الحسين والوليد. الوليد بيطلب من الحسين كلمة، أن يقول بايعت، لكن الإمام الحسين رضي الله عنه رد عليه رد عظيم وبليغ، بيلخص معنى وقيمة الكلمة. فقال له: كبرت الكلمة، وهل البيعة إلا كلمة؟ دين المرء سوى الكلمة، ما شرف الرجل سوى الكلمة، ما شرف الله سوى الكلمة. أتعرف معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار في كلمة، وقضاء الله في كلمة. والكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها الصيادين، فصاروا يهدون العالم كله بالكلمة. زلزلة الظالم بالكلمة. حصن الحرية هو الكلمة. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو الكلمة. شرف الرجل هو الكلمة. شرف الله هو الكلمة. الكلمة دي يا جماعة مش مجرد حروف، لا، دي بتدي معنى وقيمة كبيرة قوي لكلمة الكلمة. طب الكلمة بيبقى ليها تأثيرات عديدة، تأثيرات على الذات، تأثيرات على العلاقات، على الأسرة، على العمل. تعال نشوف واحدة واحدة تأثير الكلمة على كل واحدة منهم. تأثير الكلمة على الذات. خلينا نبدأ بنفسنا كده. تفتكر الكلمة دي بتأثر في مين أول واحد؟ فيك انت بالذات. كل واحد عنده صوت جوه دماغه وجوه عقله، في حوار داخلي بيدور. الكلمات اللي بتقولها لنفسك طول اليوم، لو قلت لنفسك مثلا: انا غبي، انا فاشل، انا ما اقدرش اعمل كذا، ده بيعمل فيك ايه؟ بيأثر عليك ازاي؟ ده بيأيد قدراتك وبيهد ثقتك في نفسك وبيخليك تشوف الدنيا كلها سودة وسلبية. طيب تعالى كده نعمل العكس. لو جينا غيرنا
الكلام ده. لو بدأت تقول لنفسك أنا بتعلم، أنا قوي، أنا أقدر أجرب وأنجح حتى لو فشلت مرة، تفتكر ده بيعمل إيه؟ ده بيفتح ليك أبواب كانت مقفولة، بيديك طاقة إيجابية ودافع رهيب، بيخليك تشوف الإيجابيات وتعرض عن السلبيات. الكلمة اللي بتخرج من لسانك لنفسك دي بتشكل الواقع اللي انت هتبقى فيه او اللي انت فيه. جرب النهاردة كده، بدل ما تقول لنفسك يا نهار ابيض اليوم ده صعب، قول اليوم ده فيه تحديات النهاردة وانا قدها ان شاء الله وهعملها، وشوفوا الفرق اللي هيحصل. طب تاني تأثير هو تأثير الكلمة على العلاقات والعمل والأسرة. يعني مثلا في العلاقات الكلمة الطيبة زي ما ديننا بيعلمنا ان لما تيجي تقول لحد شكرا او انا اسف او ربنا يوفقك، دي بتبني جسور قوية جدا بينك وبين اللي قصادك، جسور من الثقة والمودة. ممكن كلمة بسيطة ممكن تغير يوم شخص كامل او تحل مشكلة كانت هتودي العلاقة دي في حتة تانية. وصدقني الكلمات القاسية دايما او الجارحة بتسبب جروح بل بتؤدي للتدمير. طيب في العمل في العمل انت كقائد بيكون سحرها او تأثيرها اكبر. القائد مش بيدي اوامر بفضل طول النهار ادي اوامر، القائد بيلهم، القائد بيشجع، القائد بيقدر، ان القائد بيدي ثقة لفريقه واللي حواليه، فبالتالي بيخليهم يطلعوا احسن ما عندهم. لو عايز فريقك يكون ملتزم بمواعيد العمل، يبقى لازم انا اكون اول واحد اجي الصبح بدري ملتزم بالمواعيد. فبالتالي الكلمة بتاعتي دي، الالتزام بتاعي اتحول لفعل، زي ما اتكلمنا في المحاضرة السابقة في اللي هي محاضرة القيادة. طيب تأثيرها ايه على الأسرة؟ تأثيرها ايه على الأسرة؟ الكلمة في البيت ده بيكون تأثيرها أكبر. طريقة كلامك مع أولادك، مع شريك حياتك، كلمة المدح والتشجيع بتزرع الثقة في نفس الطفل وفي نفس شريك الحياة. كلمة الحب اللي بتطلع من بقك دي بتطول عمر العلاقة. كلمة نقد بناء بتساعد على الإنسان إنه يتطور. يبقى إذن الكلمة هنا بتربي شخصيات، وبتربي بني آدمين، مش مجرد توجيه تعالى لمين تعالى شمال. فكده كل كلمة بتقولها هي مسؤولية. قبل ما تقول أي كلمة فكر الأول، فكر هل الكلمة دي كلمة حق؟ هل الكلمة دي كلمة مفيدة؟ هل الكلمة دي مش هتجرح؟ ده هيبقى ده أساس الثقة والتعامل السليم ما بين الناس. طب إزاي ننفذ الكلام ده؟ إزاي إن إحنا نعمل استراتيجية إن إحنا نحول كلماتنا لطاقة إيجابية؟ هي الموضوع مش عملية سحر أو شعوذة أو حاجة هنعملها دلوقتي لا، الموضوع محتاج له تدريب وعادات تفضل تكررها. أول خطوة بناخدها حاجة اسمها الوعي. الوعي يعني إيه؟ يعني أركز جدا في كلماتي. في يوم واحد كل الكلمات السلبية اللي انت بتقولها لنفسك وللناس، مجرد الوعي بيها ده أول خطوة للتغيير. مجرد ان انت توعي كده، تبقى واعي بالكلمات اللي انت بتقولها، الكلمات السلبية اللي انت بتقولها، دي أول خطوة للتغيير. طب الخطوة التانية ايه؟
الخطوة التانية، قاموس الكلمات الإيجابية. قرر بوعيك كده على على نفسك ان انت تستبدلها بكلمات، الكلمات السلبية دي ايه، تستبدلها بكلمات إيجابية. فبدل ما تقول مثلا المشكلة دي مستحيلة ما اقدرش احلها، لا، تقدر تقول التحدي ده انا محتاج حل ابداعي انا ممكن اعمله. ابني لنفسك قاموس ايجابي تقدر تستخدمه كل يوم، بحيث ان الكلمات الايجابيه دي تدي لك دافع اكتر ان انت تبدع، ان انت تغير بالفعل. طب الخطوه الثالثه ايه؟ الخطوه الثالثه اللي هي قوه التاكيدات والاقرار. يعني ايه؟ كرر على نفسك وعلى اللي حواليك دايما اللي عايز تشوفهم، الكلمات اللي عايز تشوفها حقيقة. انا ناجح. كلمة انا ناجح دي بتدي ثقة في النفس. اليوم جميل بتدي اقبال على الحياة، او اقبال على هذا اليوم بالايجابية والطاقة الايجابية. كلمة انا استطيع او انا اقدر، كلمة تقدر من خلالها ان انت تحقق اللي انت عاوزه. هي مش مجرد امنيات، لكن هي عمليه برمجه لعقلك. انت بتبرمجه ازاي؟ زي ما قلنا في المحاضره قوه العادات الصغيره، ان انا ببدا ابرمج عقلي بعاده صغيره، بعد كده هفضل عليها مده واكبر فيها. دي كل ده كل يوم لما تعملها توصل لاخر السنه ان انت بتعمل بنسبه 37%، بتطور نفسك بنسبه 37%. طب الخطوه الرابعه ايه؟ الخطوه الرابعه انت بتربط العادات دي. يعني خلي العادة دي الصغيرة دي زي ما اتكلمنا عن قوة العادة، كل يوم اختار كلمة إيجابية تركز عليها. ومع الاستمرارية ومع الوقت هتبني لغة تلقائية إيجابية للإيه، وهيحدث التغيير. طيب الكلمة، الخلاصة يا جماعة، الكلمة دي مش حاجة بسيطة، دي مسؤولية عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش ملاكين عن اليمين وعن الشمال، رقيب وعتيد، بيكتبوا كل كلمة بنقولها وكل فعل بنعمله إلا عشان الكلمة دي ليها قيمة ومحاسبة عند الله عز وجل. حتى القرآن الكريم وضح لنا قيمة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وازاي كل كلمة ليها أثر زي البذرة اللي بتزرعها. فربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، إلى آخر الآية. فالكلمة هي البذرة اللي بتزرعها النهاردة عشان تحصد ثمارها في المستقبل ومستقبل اللي حواليك. عايز مستقبل مشرق؟ ابدأ بكلمة مشرقة. فدايما أثر الكلمة وسحرها يبدأ منك وبيرجع عليك. فابدأ بكلمة طيبة وقولوا للناس حسنا. أتمنى أن أنت تكون استمتعتم بالمحاضرة دي واستفدتم، وأشوفكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.